السلام عليكم ومرحبا بكم بحلويات خديجه. في حصه اليوم ان شاء الله نديرو عصير بالتفاح والبرتقال منسم بالقرفه. باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نحتاجو بالنسبه للمقادير نص اطر عصير البرتقال، جوج ديال التفاحات، عندنا علبه وحده ديال ياغورت طبيعي بدون سكر ما يعادل 100 غرام، 4 معالق صغيره ديال القرفه، جوج معالق ديال السكر، والسكر كيبقى اختياري على حسب الذوق. قطعت انا التفاح، نقيته قطعته، نديرو في خلاط، غنضيف عليه القرفه. القرفه كيتوازن المذاق ديالها مع التفاح مع التشين. غنضيف سكر سنيده، نضيف عصير البرتقال، وكما قلت لكم السكر كيبقى بحسب الذوق، كتحليوه بحسب الذوق ديالكم. نضيف هنايا الياغورت الطبيعي، وعندي كلشي نطحنو مزيان. هذا الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. زينته بواحد شويه ديال القرفه من الفوق هكا بحسب الذوق، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. داك المذاق ديال القرفه كيتواسى مع التفاح مع العصير ديال البرتقال، كيجينا مذاق جديد بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا العصير ويعجبكم. صح الا عجبتكم الحصه اليوم ما تنساوش ديروا لنا جيم وتشتركوا معنا في القناه، وما تنساوش تبارطاجيو الحلقه مع الاصدقاء ديالكم. اسفل هذا الفيديو تلقاو رابط الوصفه مكتوبه، وتلقاو رابط الفيديو باللغه العربيه. الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.